طبعا الشكل هنا في السقف مع الكنار اللي ماشي في الارض مختلف تماما. احنا هنا برضو اعتمدنا ان احنا نجلد الجزء ده، لان احنا كان عندنا مشكله في الخارجي ان في هنا عمدان، والباب ده ما نقدرش ان احنا نرحله في نص الممر هنا، فكان لازم ان احنا نعمل حاجه تجليد خشب بحيث ان فتحه الباب كده عملنا الجزء ده ثابت والجزء ده اللي متحرك، فكده اصبح ان انا عندي ان فتحه الباب اللي دخل كده انا اجبرته ان هو يكون داخل في نص الممر، غير ان انا اكون عامل الباب في جنب او الكلام من ده كله. فانا اعتمدت هنا ان الضلفه دي تكون ثابته والضلفه دي تكون متحركه، بحيث ان انا لما افتح الضلفه دي اكون انا ماشي في نص الممر. طبعا الممر اللي هو معمول فيه كنار نفسه فيه كنار طبعا بالماجنتيك الكهرباء في السقف فوق، مع العلم ان الكنار ده لما جينا نشتغل فيه احنا قطعناه في ورشه رخام ليزر، بحيث ان هو ما يبقاش فيه شردمه في اللحمات، وتكون اللحمات والقطعيه بتاعته حاجه كويسه وحاجه شيك. اتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجه مفيده